البيتزا هي الحاجة الوحيدة اللي بجد كل ما اعملها لازم اصورها عشان اشوف تطوري فيها وفي شكلها وفي العجينة. فتعالوا معايا اقولكوا على طريقتي المفضلة في البيتزا. الحاجة هنحتاج كوباية مية دافية عليها معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة، هنقلبهم مع بعض كويس ونسيبها 10 دقايق على جنب. في طبق تاني معانا 3 كوبايات دقيق عليهم رشة ملح ومعلقتين كبار لبن بودرة وربع كوباية زيت، ونحط عليهم الخميرة ونبدأ نعجن مدة ما تقلش عن 15 دقيقة، ودي أهم خطوة في نجاح العجينة، مدة العجن بتاعها. نغطيها بقى ونسيبها تخمر في مكان دافي لمدة ساعة ونص، بعد كده نبدأ نشكلها. المقادير اللي انا عملتها دي دلوقتي بتعمل صينيتين بيتزا كبيرة. نفرد بقى البيتزا في الصينية ونخلي بالنا ان السمك بتاعها يبقى رفيع عشان لما بتدخل الفرن بتعلى شوية، ونحط الحشوة اللي احنا حابينها. انا حطيت جبن وخضار وبيبروني، بعد كده بندخلها فرن سخن على درجة حرارة 200 لمدة 15 دقيقة ونشوفها. بس كده، دي احلى عجينة بيتزا بجد، هتجربوها وبألف هنا. لو مجربتيش السمك الفيليه مشوي قبل كده كملي معايا الفيديو عشان بجد طلع خطير. حاجه معانا سمك فيليه متقطع لقطع كبيره شويه، هنحط عليه ربع كوبايه صويا صوص فاتح وعصير ليمونه ومعلقتين كبار زيت وفصين توم مفرومين، وهنحط عليه توابل هكتبها لكم تحت في الكابشن. نقلب كله بقى مع بعض كويس ويلا بينا على التسويه. معانا طاسه بقى على نار عاليه هننزل فيها بزبده وشويه زيت، بعد كده نحط السمك الفيليه دقيقتين بالظبط ونقلبه على الناحيه التانية، وننزل عليه بشرايح من الليمون ونسيبه كمان دقيقتين وهيكون كده استوى معانا. وخلوا بالكم عشان مش بياخد وقت في التسوية خالص زي الجمبري كده. هستناكم تجربوه وتبعتولي رأيكم بألف هنا. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة مكرونة وايت صوص بالجمبري من غير كريمة وطعمها بجد خطير. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنسلق المكرونة 3/4 سلقة وهناخد كوباية من مية السلق. طاسة بقى على نار عالية هننزل بمعلقة كبيرة من السمنة وفص توم مفروم هنشوحه، بعد كده هننزل عليه بالجمبري ونتبله بملح وفلفل اسود وبابريكا، ونقلب ده كله مع بعض كويس، مش هياخد دقيقتين وهيكون استوى، ونشيله بقى في طبق على جنب. وفي نفس الطاسة هننزل بكيس من خلطة البشاميل بالكريمة من ويلز. الكيس ده بجد خطير اكننا حطينا كريمة بالظبط، وهنقلب ده كده كله مع بعض كويس. بعد كده هننزل عليها بنص كيلو من اللبن بالتدريج واحنا بنقلب لحد الدقيق ما يختفي وميبقاش فيه اي تكتلات، وهننزل عليها بكوباية من مية سلق المكرونة اللي احنا شلناها. بعد كده ضفت عليها معلقة كبيرة من القشطة المبسترة، والخطوة دي اختياري ممكن تستغنوا عنها. نظبط بقى الملح ونسيبه لحد ما يتقل معانا، نضيف عليه المكرونة المسلوقة والجمبري ونقلب كله مع بعض. كده خلاص المكرونة معانا بقت جاهزة، بس انا حبيت احط عليها رشة من الموتزاريلا ودخلتها تحت الشواية لحد ما ساحت. هستناكم تجربوها وتبعتولي رأيكم وبألف هنا. انا جايه اشارك معاكم طريقتي المفضله في كباب الحله بالبطاطس. مش عارفه اقولكم بجد بتطلع خطيره ازاي، فيلا نبدا ونقول بسم الله. معايا حله على نار عاليه هنزل فيها بسمنه، بعد كده هنزل باللحمه تكون مكعبات صغيره مع ورقتين من اللورا، ونقلب كله مع بعض لحد اللحمه ما تتشوح من كل الجوانب. بعد كده هنزل عليها ببصله مبشوره ونقلبها، وننزل عليها ببصله تاني بس متقطعه مكعبات صغيره. ركزوا معايا في تقطيع البصل عشان بيفرق في طعمها بجد. بعد كده هنضيف التوابل هكتبها لكم تحت في الكابشن، وننزل عليها بميه مغليه ونسيب بقى اللحمه تستوي على نار هاديه. بعد ما اللحمه استوت هننزل عليها بمكعبات من البطاطس ونظبط الملح والتوابل بتاعتنا، ونسيبها تاخد كده كام غلو على نار هاديه لحد البطاطس ما تستوي. وكده نبقى عملنا احلى كباب حله بالبطاطس. هتجربوه وبألف هنا. وصفة النهاردة معانا حاجة حرشة كده من اللي قلبك بيحبها. هنعمل مع بعض طاسة كفتة سريعة وبجد طعمها خطير. يلا بينا نبدأ. اول حاجة معايا في الكبة هنفرم بصلاية كبيرة فرم ناعم، بعد كده نصفيها من المية بتاعتها. خلوا بالكوا لازم تصفوا البصلة كويس من المية. بعد كده هنحط في الكبة نص كيلو من اللحمة المفرومة، ونحط تفل البصل ونحط التوابل هكتبها لكم تحت الفيديو، ونفرم ده كله مع بعض كويس. بعد كده انا ضفت عليها بقدونس، ودي خطوة اختيارية تقدروا تستغنوا عنها. بعد كده بنبدأ نشكل الكفتة بالطريقة والشكل اللي احنا نحبه. انا الطريقة دي اللي بحبها عشان بتبقى سهلة جدا عليا. لها بقى التلاجة ساعتين قبل التسوية. فبقى على نار عالية هنحط شوية سمنة وزيت ونبدأ نشوح الكفتة لحد ما تاخد لون ذهبي حلو كده. نشيل الكفتة في طبق على جنب، وفي نفس الطاسة هننزل ببصلة مبشورة عليها مكعبات طماطم وفلفل ومعلقة صغيرة صلصة وتوابل وشوية مية، وهنشوح ده كله مع بعض ونسيبه كده يتسبك كام دقيقة. اخر حاجة هننزل عليها بالكفتة ونسيبها تاخد غلوتين على نار عالية الكفتة تكمل تسوية وبألف هنا. تعالي اقولك دلوقتي على احلى طريقة بعمل بيها سندوتشات الكبد والقوانص، بجد خطيرة. ده وعد مني، لو جربتيها مش هتعملي غير بيها بعد كده. معانا طاسة فيها شوية زيت وسمنة هننزل عليها بمعلقة من الثوم المفروم ومعلقة من دقة الفلفل الحامي، ونقلب كله مع بعض لحد ما نشم ريحة الثوم. بعد كده هننزل عليها بالقوانص لوحدها ونقلبها، بعد كده نضيف عليها الكبدة ونشوح كله مع بعض. ننزل عليها بالخضار اللي نحبه. انا حطيت بصل وطماطم وفلفل الوان. اخر حاجة هنضيفها معانا هي التوابل هكتبها لكم تحت الفيديو. هنقلب كله مع بعض ونسيبه على نار متوسطة لحد ما تكمل تسوية. وبس كده نبدأ نحضر سندوتشاتنا الجميلة مع الطحينة وبألف هنا.